والآية أمامك واضحة. نعم وأمامي الآن. وأولا ما نقله الأستاذ خالد الوصابي في تفسير هذه الآية، وسألته أنا: لا يحل لك أن تبدلهن، أي تطلق إحدى زوجاتك وتتزوج مرة أخرى. لا يحل. في تفسير لدينا، أنا رجعت اليوم إلى أحد التفاسير وتفسير البيان للإمام الخوئي، ورجعت إلى هذه الآية علي أن أكون مخطئا في ذلك، ووجدت تفسيرا آخر أيضا، تفسيرا آخر ايش هو تفسير يطابق ما قلته أمس في ذلك، فهو لا يحتج عليه من مصادره في أول. لا قل لي وش يقول. أنا أتبع تفسيرات. أعطيني مصادرك أنت، ماذا وجدت في مصادرك؟ تفسير في البيان الإمام الخوئي في ذلك قال بأن هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يحل له أن يبدل نساءه من بعد نزول تلك الآية، ولكن يحل له أن يطلقهن. نساء الرسول ليس كلهن معصومات أو معصومين بأمر الله، قد تخطئ واحدة منهم، يعني يستمر معها طول الحياة لا يبدلها. طب هو قال ولا يحل لك أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن ما يحل له. أعطني الآن الدليل في لا يحق لك أن تطلقهن. ما هي التطليق. طيب أوكي، أنا ما أعطيك دليل، لأنني أظن أن كل من يسمعنا من شيعة والسنة فاهمين أن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو حدك من الزواج، لا يمكن لك أن تتزوج بعدهن ولا أن تطلقهن. من أي تفسير دكتور محمد؟ من أي على كل حال اسمعني، إذا أنت في الآية التي قلت أمس فيها محكمة واضحة ترى فيها أن هذه تعني أن من حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق النساء وأن يعطي هذا الحق لسيدنا علي، خلاص أنا أنهي أقول للسادة المشاهدين إذا وصلت الحوار بعد كده في هذه المسألة يعني نصبح يعني ما في أرضية كده مشتركة بالحد الأدنى من اللغة العربية. ثواني دكتور محمد. نعم. ثواني فقط لأجيبك بثواني سريعة. تفضل. الآن أنا مصر بأن هذه الآية محكمة في أمر ما. الآن توفي الرسول صلى الله عليه وآله وبقت في ذمته بعض من أزواجه. أزواجه ليس لديهم عصمة أو لم يرد لدينا بأن أزواج الرسول معصومة. فخرجت واحدة، ونتوقع لدي قول من أحد تفاسير السنة بأحد زوجات الرسول بأنها ارتدت بعد وفاة الرسول وصدقت مسيلمة الكذاب وآمنت بنبوءته. أعوذ بالله. مين؟ أعوذ بالله. ليه كده تروج؟ لماذا تستغل الفرصة اللي تروج على الناس؟ احتمال كلامك والله ممكن يخرج الناس من الإسلام. يعني شوف أنت شوف لتثبت. اسمع لاحظ شيء واحد. أنتم الإخوة الكرام، أنت أخي العزيز، أنت لأنك أنت صراحة ثقافتك قايمة على كره الصحابة. اسمعني كويس. وعلى اختراع الكراهية بينهم وبين سيدنا علي. من أجل أن تثبت أقوالك هذه والله يمكن لك أن تفتن الناس عن دين محمد تماما وعلي بن أبي طالب والأئمة. الآن لا يكفيك أنك تقول زوجة سيدة عائشة سيدنا علي عنده حق في تطليقها وإسقاط صفته من المؤمنين، والآن تقول واحدة منه مشت مع الردم. ليه كده؟ وهو يروج الفكرة بس بعدين يطلع الكلام ده كله كذب. لا بس الزوجة مين هي؟ أنت سمعت في حياتك هالكلام؟ لا أنا اليوم حتى في أشد المشنعين على بيت محمد تعطيني 10 دقائق بعد السيد يعني. أنا نحكي لك ما أنا فاهم. لا لأن أنا لا يجوز أن أتدخل رجل يعني على التليفون. معقولة في التلفزيون كده يعني واحد يجي في كلام كده يعني قدامه ملايين ناس يسمعوه يروج بس يقول الله الرجل يقرأ ويروي ما قرأ. يعني انت دلوقتي كل واحد يسمع عنك كلام. أنا أقول يعني انت شفت في برنامجنا في العراق نحن ما نقول واحد هذا اشتروا بيوت نقول له ما تقول على سياسيين عاديين مش ائمه معصومين. نقول لهم انت اشتريت البيت، انت اشتريت لهم البيت، ما دام انت ما اشتريتش البيت ما تقول كلمه. يعني احترم الناس واعراضها. هسه تيجي واحد اقول لك حاجه، واحد يا دوب دخل الاسلام يسمع هسه هذا الرجل المعمم عمامه سوداء يقول زوجة محمد صلى الله عليه وسلم كفرت بدينه. لا هقول لك ومشيت معاه المرتد. لا لأن ليه؟ عشان ايه؟ عشان يدافع عن ان سيدنا علي. انت تعرف ليش كلامه ده كله؟ كله دفاعا عن الروايه اللي انت رفضتها. كل ده عشان لا احنا عندنا المعصومين يعني 12 قمم ما يطلع عليهم الشك. اسمعني بس. لكن احنا اسمعني بس. هو يكمل حتى ادخل في التفسير. انت افهم بس خلينا بالتفسير. تعرف ليش هو متورط في الورطه هذه كلها دلوقتي واضطر يقول الكلمه هذه الكبيره؟ تفضل. اللي هي اكبر حتى من موضوع سيدة عائشه. مضطرها لانه هو يدافع على ليش هو متمسك بروايه المجلسي في ان سيدنا علي عنده حق تطليق زوجات النبي. لانه ما حبش يغير رايه فيها.
رمى الآن قنبلة جديدة. يا أخو بتطرح للنقاش الرواية يعني. يا حامد يا ربيع، الله يجعلك من الحامدين. شيخ حامد، الراجل الآن رمى قنبلة سمعوها كل الجزائريين. طيب شو قال دلوقتي؟ أنا استغربت. شفت ايش قال دلوقتي؟ هو أنا بعد شوي حيطلع مش دليل. أنا هراهنك مش هراهنك، حتعرف بعد شوي من البنت الزوجة الجديدة. مين يا أخي اللي كفرت بدين محمد بعد ما كانت زوجة له؟ مين؟ سؤالي يا دكتور محمد. اي تفضل. إنا لله وإنا والله حقيقة أنا لا يوجد لدي المصدر، ليس نحن الذي نروي ذلك، ورد في كتب السنة. لا والله لن تشارك معي بكلمة بعد الآن، ما دام ما عندك مصدر. ثاني، ما تتكلم على بيت محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الاستهانة وبهذه الطريقة. لا أسمح لأحد أن يتكلم عن بيت عيسى ولا بيت موسى بهذه الاستهانة. تقول لي واحدة من زوجاته ارتدت ونقول لك وش هو المصدر. خليني احتياطا، أنا أصوم 3 يوم. عندك مصدر ولا ما عندك مصدر؟ عندي مصدر وأحضره لك يا دكتور محمد، أنا أتقول فقط. إيش هو المصدر؟ وش هو المصدر اللي عندك؟ سوف أحضره، مهلني بإحضار المصدر. لا لحظة، أنت تكلمت على بيت أشرف إنسان، على بيت خاتم الأنبياء، قلت واحدة من زوجاته كفرت بدينه. ما هو مصدرك؟ ذلك من عندي، لا لم أتي بذلك من عندي، تلك ليست رواية واردة عندي ولا في مذهبي، في مذهب أخرى، في كتب أخرى. أخي العزيز، ما هو المرجع اللي ذكرت به هذا الكلام؟ ما هو؟ أنت قلت كلمة كبيرة، قلت أن واحدة من نساء محمد كفرت بدينه. من هو دليلك؟ نعم، لم أتي أنا بذلك المصدر، فأنا أعتذر عن ذلك إذا لم أتي. وأنت تعتذر بعد إيه؟ لكن تعتذر بعد إيه؟ طيب ما لا ارسل لي المصدر على الإيميل وحتى نشوف الحكاية دي. سبق لسان يعني. مشاهدي الأعزاء، أنا الآن يعني احملوا على الصحة. سبق لسان الرجال، اعتذر وخلاص. دقيقة. لا اعتذر خلاص الرجل. دقيقة. احملها على الصحة. دقيقة يا أخي، دقيقة. يعني سبق يا أخي أنت واحد تكلم على زرارة قربت تنهي البرنامج عشان. أنا واحد لعنه الإمام جعفر صادق قربت ثورة ما تتخيل، ودي على بيت على محمد عليه الصلاة والسلام. النسوان واحدة من النساء كفرت به، ولا يهتز لك شعر بالمال ولا تحس بالقلق انك تكون في برنامج يقال فيها الكلام. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة. شوف تكلفة إمامة سيدنا علي كم مرعبة. عشان تثبتوا انه إمام، يعني لازم تطلع الأمة دي كلها شريرة ملعونة. ليه كده؟ والله لو قال لي واحد صديقي لو كان حي والله ما رضى، كان قال لكم حلوا عني، مش عاوز تشيعكم ليه، هذا مش عاوزه. ما دام شنعتوا به على زوجات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام وعلى امه محمد عليه الصلاه والسلام وطلعتهم كلهم في جهنم خالدين. يا اخي كان حيقول لكم مش عاوز انا هذا التشيع، سيبوني في حالي. اولاده كانوا مع الامه، الائمه كانوا مع الامه. عند دلوقتي نحن نسمع في هذا البرنامج كنا نتكلم عن لا إله إلا الله. أنا اللي مش قادر أحسك، مش قادر أكمل البرنامج. شوف لي بقى قصيدة اللي من قصائد عباس ولا المراد ولا حاجة حتى نشوف أقدر أتمالك نفسي شوي. وين يوسف موجود؟ صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يوسف موجود ولا؟ شوف حاجة يا يوسف، شوف قصيدة السيدة عائشة امبارح كان عندك، إذا عملت لها إنه أوت، وإذا ما عملت لهاش أعمل لرسول الهدى لحد ما نحاول نشوف كيف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا اسمع يا صلاح، اديني، خلينا نغير الكلام مع أحد من الأخوة الزيدية. اديني الشريف حسين، يلا الله كريم، هو على الخط. أنا بنتصل بك هسه، بنتصل بك دلوقتي، أنا اتصل بك دلوقتي. اتصل بواحد ثاني من بني هاشم من الزيود. قبل الوصابي، لحظة، خلي الأخ الوصابي يستنى شوي لحظة. اتصل بالشريف حسين، ما مشي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاح، ممكن لو تكرمت تعمل جينيريك تاني على الهواء كده، شيل التايتل واعمل جينيريك، شيل التايتل اولا.
حط الجينيريك، اعمله مشيه. بلاي الجينيريك كله، حبة من جديد. لا اعطيني جينيريك من البداية كله، اعطيني جينيريك. لا 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 ما ينفعش كده، ما ينفعش انت حط كاميرا 5. حط كاميرا الجينيريك، حط دي في كام. يا يوسف غير دي في كام، مثل غيره على الهواء ما في اشكال. غيره خلي على خلي بلاي.